للريال مدريد، بينما خيبة أمل كبيرة لجماهير ليفربول يكتفي بالإف إي كاب والكاراباو كاب، وينتظر الموسم القادم بالنسبة لهذه الجماهير، جماهير الأنفيلد طبعا وجماهير ليفربول. طبعا البطل الشامبيونز والقدوة في الشامبيونز، هو ملك الشامبيونز، سحب كل الأرقام القياسية في الشامبيونز. إني طبعا أتحدث دائما عن كارلو أنشيلوتي، كارليتو إن صح التعبير، مع جمال جبلي. ذكية جدا. عانينا في الشوط الأول وفي الشوط الثاني سيطرنا على المباراة، وأيضا كانت لديهم صعوبات عندما بدأنا في إرسال الكرة الطويلة. ريال مدريد كان عليه أن يصمد وبعد ذلك قتل المباراة. نعم، يجب أن تقرأ المباراة بشكل جيد. كانت مباراة صعبة جدا. أنت الآن المدرب الوحيد الذي يفوز ب4 ألقاب في دوري الأبطال. أعتقد أنه شيء رائع، هذا شيء مهم. أعتقد أن الأهم كان هو الفوز ولقب آخر لريال مدريد، وحققنا ذلك وأنا سعيد بذلك. مدريد يعود مرة أخرى ليفوز مرة أخرى بدوري الأبطال بعد العاشرة التي حققتها له. أعتقد أن هذا الموسم كان صعبا، ولكن بفضل جودة اللاعبين وتاريخ النادي حققنا هذا الإنجاز. منذ بداية هذا الموسم ربما هل فكرت أو حلمت في أن تحقق لقبين أو 3؟ نحن قلنا أن بإمكاننا أن نقاتل وننافس في كل الجبهات وفعلنا ذلك، والآن يجب الاحتفال. سأغني اليوم. هو أنشيلوتي يتكلم والحديث على أنشيلوتي في الاستوديو. أنشيلوتي فاز، أنشيلوتي فاز. I am very proud of him, you know. أنا فخور جدا بأنشيلوتي، لقد قلت ذلك مرات عديدة. هذا هو العم المفضل، الخال المفضل، هو الشخص الذي يتعامل بشكل راقي مع الناس، وأعتقد أنه أنا فخور جدا به. ليس هناك كثير من المدربين الذين أنجزوا هذا الإنجاز. قبل سنة كان مع فريق إيفرتون ولم يكن يفكر في الفوز بأي شيء مع إيفرتون، والآن يفوز بدوري الأبطال، وهذا يعني أنه مفصل على مقاس النادي الكبير واللغة التي يتحدثون. لن يحاول أن يحسنهم، ولكن أن يستخدمهم بالشكل الصحيح والمثالي. هذا هو الشيء الإيجابي، هذا ما يعجبني في أنشيلوتي. ومن يدري هل سيفوز بلقب آخر. هي شخصية كارلو أنشيلوتي شخصية ساعدت بالهدوء الموجود في مدريد. لو مدرب آخر كانت ممكن الأمور تسير بمنحنى آخر. بعد تغير شخصية فريق ريال مدريد هذا الموسم، ريال مدريد ليس متعود يظهر بهذا الشكل الدفاعي، واعتماد على اسلوب الهجمه المرتده، اعتماد على القوه اللي يمتلكها في الجانب الهجومي كلاعبين. متعود ريال مدريد دائما هو صاحب الافضليه في المباراه، لكن شخصيه كارلو أنشيلوتي، الهدوء الذي يتمتع فيه، الهدوء حتى في المؤتمرات الصحفيه، الهدوء في التعاون مع الصحافه مع المنتقدين، اظهر لنا شكل مغاير مختلف. اليوم نتكلم عن بطل الشامبيونز ليج، نتكلم عن بطل الدوري. هي أفكار كارلو أراد أن يثبتها للعالم ولنفسه بتحقيق البطولات الأهم، صح، ولذلك حققها عن طريق هذه الأفكار التي يمتلكها. تتفق، تختلف، تعشق، تكره، هذا ليس بمشكلة كارلو أنشيلوتي. اليوم كارلو أنشيلوتي اسم ريال مدريد دون على كأس الشامبيونز ليج، البطولة ال14 في تاريخ ريال مدريد في هذه البطولة. لذلك هو انتصر لأفكاره وانتصر لثقافته ولفلسفته في
في هذه البطولة، دافع عنها وبكل قوة أمام 4 فرق كانت الفرق المرشحة لتحقيق اللقب. يعني في كل مباراة كان يحقق بطولة، 4 بطولات في بطولة واحدة. أعتقد كارلو حقق شيء كثير مع ريال مدريد. طيب بعد انك دكتور سننتقل الى الجزائر مع سعيد ابو صالح، طبعا للحديث عن حدثنا او يقول لنا مدى فرحة الجماهير الجزائرية بهذا الانتصار. يعني والكل يتابع، يعني صحيح وأنه الريال، لكن بنزيما لما نشوف بنزيما على أرضية الميدان وزيزو يحضر المباراة، أكيد الجزائر كلها مع الريال. تفضل. بالضبط هشام، لخص المشهد هنا في الجزائر وعند الجماهير أنصار مشجعين نادي ريال مدريد بالجزائر الذين صنعوا صور رائعة جدا هنا بقلب الجزائر العاصمة، وفرحة كبيرة نرصدها الآن من خلال بعض الأنصار الذين تابعوا هذا اللقاء. كيف تابعت هذا اليوم النهائي وتتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا؟ أولا وقبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ريال مدريد فاز بهذه البطولة عن جدارة ويستحقها. يعني هذا الأمر ليس بغريب وليس ببعيد على ريال مدريد، وما زال الأفراح متقدمة إن شاء الله بالحصول كريم بنزيما على الكرة الذهبية إن شاء الله قريبا إن شاء الله. نفس الشيء لاحظنا. أعطينا انطباعك الأول اليوم عن هذا التتويج اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. رابطة مشجعي ريال مدريد الجزائر ديما حاضرة بقوة. أنا أحب نوجه كلمة الأولى قبل التتويج، نشكر جميع الأعضاء اللي ساهموا بإنجاح هذا المهرجان الكبير، خاصة على رأسهم خويا أيوب. ما يخص النهائي، نهائي منتظر. ريال مدريد ما يخسرش نهائيات، وهلا مدريد انا دا مصر. نعم، اذا هكذا كانت الاجواء هنا، وهذه اولى انطباعات جماهير نادي ريال مدريد بعد هذا التتويج باللقب ال14. زميلي هشام. شكرا فرحة هائلة، فرحة ممتازة. شكرا لحسين ابو صالح من الجزائر، متابعه كبيره للريال مدريد في الجزائر. الكل لانه بنزيما وقبلها زيزو، يعني هذا الانتماء وهذا التعاطف مع الريال مدريد، لانه فيه بنزيما وزيدان أكيد. لكن هو حقيقة لما نتكلم عن ريال مدريد لديه قاعدة جماهيرية حول العالم أنا أراها الأعلى والأكبر على مستوى الفرق الأوروبية الموجودة المتنافسة باختلاف دولهم وانتماءاتهم. ريال مدريد حقيقة لتميزه، لانتدابه نجوم كبار، كذلك فوزه المتتالي بالشامبيونز ليج، لضمه كذلك لاعبين نجوم كبار من رونالدو زيدان، العديد من الأسماء الكبيرة عبر التاريخ. كذلك اليوم نتكلم على الشخصية الموجودة لدى مدريد. حقيقة هذه أنا متابع أكيد، وكلنا متابعين للدوري الإنجليزي والشخصية اللي خرجت لي من الجزائر أنت. لا أنا سألتك على الجزائر والتعاطف مع الريال مدريد. لا أكيد خرجت من الجزائر ومشيت للريال أكيد لابد أن نتكلم على الفرق الثانية، كذلك الجماهير العربية ومدريد قبل انتماء الأسماء، يعني نتكلموا على فريق، لا نتكلموا على لاعبين. يمكن زاد من حب الجزائريين صحيح، لكن أنا اليوم كمتابع ومحب ريال مدريد يلعب زيدان أو يلعب بنزيما أو يلعب رونالدو سأبقى مشجع لريال مدريد. واليوم الروابط الموجودة لدى ريال مدريد لا تتبع الأسماء، تتبع الفريق. أنا أرى هذا حسب هو مثال. لا تتبع الأسماء. الآن سامحني، مثال الآن في مصر الكل يتحدث عن الليفر، يعني الليفر يتحدث عن صلاح، لكن ليس في شعبية أصبحت كبيرة وكبيرة جدا لأنه صلاح موجود في ليفربول.
لكن في كثير من المصريين لا يشجع ليفربول، هو يحب صلاح. الليفر اكيد لا يحب ليفربول، هو يحب صلاح. يحبوا صلاح وبالتالي الليفر. هو طبيعي. الناس اصبحت في مصر تتحدث عن ليفربول، هو طبيعي وتتابع ليفربول، صغار كبار الكل اصبحوا يتابعوا في ليفربول. طبيعي، لأن في عطف خاص لانه في لاعب عربي مصري موجود مميز في فريق ليفربول، كذلك هناك في لاعب جزائري مميز في فريق السيتي، كذلك هناك في لاعب مميز مصري في فريق الارسنال. كل هذه الاسماء هي جاذبه للمشاهدين وجاذبه لتتابعها، لكن المشجع الحقيقي هو يشجع الكيان وليس اللاعبين. رونالدو طلع من ريال مدريد، خلاص سكر باب ريال مدريد. ميسي طلع من برشلونة، سكر نادي ريال برشلونة، ما يصير. هو التشجيع للكيان وليس اللاعبين، هو عامل جذب وعامل إضافة، لكن ليس الرابط الحقيقي ما بين التشجيع والنادي على لاعب. إذا أنت مشجع لاعبين مو مشجع فريق. كذلك لا ننسى في شيء مهم للغاية، هو حافز، هو تحفيز. في شيء مهم، هو محرز يلعب في منتخب الجزائر. هو تحفيز. انت لما تتكلم على محمد صلاح اليوم في مصر او تتكلم على محرز يلعب في المنتخب الجزائري. نعم. زيدان يلعب في المنتخب الفرنسي. تكلموا على بنزيما يلعب في المنتخب الفرنسي، مع كل احترامنا هم اصول جزائريه، ولذلك ليس نفس القيمه. فاليوم لما نتكلم عن محمد صلاح مصري ويلعب في المنتخب المصري، ولذلك تشاهد هذا الانتماء وهذا الحب الجيش. لو كان محمد صلاح يلعب في انجلترا ستجد من يشجع محمد صلاح، لكن ليس بنفس هذا الحب الموجود. ولذلك انا ارى حسب ريال مدريد، انا كقاعده جماهيريه اراها قاعده جماهيريه الاعلى والاكبر في طيب خلينا نشوف هل تعتقد ان صلاح سيبقى في ليفربول؟ يقال لانه لم يوقع. موجود، هو قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراه انه موجود الموسم القادم. هو الموسم القادم. نعم، عنده فقط سنه واحده. هو عنده عقد. الموسم القادم ينتهي عقد، موجود مع ليفربول. فما بعد ما نعرف، ما ندري. طيب الى المراسلين، الى نسيم الطالبي في الاستاد دو فرانس، خارج الاستاد دو فرانس، ثم الى مدريد مع الحسن سالم، ثم طارق احمد من الدوحه، وعمرو فهمي من القاهره. البدايه بنسيم الطالبي، والاجواء يعني عاديه بالنسبه لنهايه المباراه. جمهور ليفربول خرج، تبقى الاحتفالات بالنسبه للريال اعتقد. تحية طيبة زميلي العزيز. طبعا الأجواء جميلة جدا صنعها أنصار الريال مدريد، خاصة بعد هذا التتويج. هناك أيضا أجواء صنعها أيضا أنصار نادي ليفربول. بعض أنصار ليفربول معي للحديث عن هذه المباراة وهذه الخسارة لفريقهم. Thank you to be with us. What can you tell us after this? ماذا عن هذه الهزيمة؟ خيبة أمل كبيرة. نحن كجماهير جئنا إلى فرنسا وكانت سقف التطلعات عالية جدا، ولكن من الناحية التكتيكية تفوق علينا أنشيلوتي. هذا هو الأسطورة. لدينا يورغن كلوب، لدينا لقبين في هذا الموسم، ولكن سوف نعود في الموسم القادم. والثناء موصول بصراحة وبصدق لنادي ريال مدريد على هذا الأداء على أرضية الميدان، رغم تواجد ماني ويورغن كلوب ومحمد صلاح. نفس السؤال. أعتقد نحن جئنا لمشاهدة هذه المباراة، وهناك قاعدة جماهيرية كبيرة لنادي ليفربول. وفي الشوط الأول نادي ليفربول كان مسيطرا على المباراة، ولكن علينا أن نهنئ ونشكر نادي ريال مدريد على الخبرة المكتسبة عبر السنوات. إذا الأرقام تعبر عن أنفسها. تهانينا لنادي ريال مدريد وهارد لاك لنادي ليفربول، وسوف نرى نادي ليفربول في نهائي اسطنبول في الموسم القادم. شيء آخر، نحن نصلي من أجل أوكرانيا، وهذا أهم من كرة القدم. طبعا أجواء جميلة جدا كما قلنا، وروح رياضية كبيرة أيضا من جانب من أنصار نادي ليفربول.
شكرا لنسيم الطالبي. والله ايه روح رياضيه كبيره ونادر جدا، وانا نشاهد جماهير انجليزيه بعد المباراه تكلموا بهذه الطريقه وبهذا الهدوء، وخاسرين معناتها خاسرين نهائي تشامبيونز. طيب الى سانتياغو برنابيو، الى معقل الريال مدريد الاحسن سالم. طبعا التتويج الرابع عشر للريال وفرحه المدريديستا، الليغا ثم الشامبيونز. ما احلاه موسم وما اجمله موسم للريال الاحسن. نعم هشام، بطبيعة الحال موسم متميز بالنسبة للميرينجي. منذ عودة المدرب كارلو أنشيلوتي بدأ يرى النور. الفريق المحلي حقق لقب الليغا، وكان الفارق بينه وبين برشلونة ثم أتلتيكو مدريد شاسع وشاسع جدا، وعرف كيف يقوم بعملية التدوير ويترك بعض اللاعبين فيما تبقى من مباريات الليغا وليستعد للنهائي الذي عرف كيف يتعامل معه. رأينا أن الأنصار هنا حوالي 65 ألف مناصر تعاملوا مع المباراة واهتزوا لها خلال 90 دقيقة أو ربما أكثر بالإضافة إلى الوقت الإضافي، ولكن يستمر الحفل خارج ملعب سانتياغو برنابيو، وغدا ستعود الجماهير إلى سانتياغو برنابيو، وأيضا هناك جانب منهم سيكونون في سيبيلس لاستقبال الأبطال في حدود الساعة 8 مساء. ليستمر الحفل كما قلت هنا على ملعب سانتياغو برنابيو الذي يعرف كيف يودع الأبطال، كيف يستقبل الأبطال. ورأينا دموع الحزن والفرح تختلط هذه الليلة على ملعب ستاد دو فرانس، وعرف الفريق كيف يتعامل مع هذه المباراة، وخاصة كورتوا الذي كانت له الكلمة الأخيرة. بعض الصحف تحدثت عن أن اللاعب كورتوا عرف كيف يرفع الكاس قبل نهاية المباراة وفي نهاية المباراة. شكرا للأحسن سالم، يعطيك ألف عافية. أكيد اليوم كان طويل بالنسبة لكل الأخوة المراسلين. إلى عمرو فهمي في القاهرة، هذه خسارة ربما ما تعجب كثير في مصر، لأنه الكل كان يتمنى وأنه صلاح يتوج، كان يتمنى وأنه صلاح يفوز، ونحن أيضا نحب صلاح يفوز ونحب بنزيما يفوز، نتمنى وأنه التألق يكون للعرب. فما هي ردة فعل الجماهير أو الشارع الرياضي في القاهرة عمرو؟ نعم هشام، صحيح، هي يعني مباراة يمكننا القول أنها تسببت في أمسية حزينة لكرة القدم المصرية أو للوسط الرياضي المصري بشكل عام. الجميع كان يمني النفس بأن يرفع صلاح هذه الكأس للمرة الثانية، وأن يثأر لنفسه من بعد مشهد الإصابة في نهاية 2018 أمام ريال مدريد بالتحديد. معي هنا يعني في ردود الأفعال السيد حسن نور الدين وعضو مجلس إدارة نادي حدائق الأهرام الذي يستضيفنا. يعني سيد حسن، يعني عن نيابة عن أسرة الرياضة المصرية، أعتقد أنها يعني ليست المناسبة الأفضل، خصوصا أن صلاح عانى خسارة نهائي كأس الأمم مع المنتخب، خسارة المباراة الإقصائية مع السنغال في تصفيات المونديال، واليوم نهائي دوري أبطال أوروبا. كيف ترى يعني كيف يمكن لصلاح أن يخرج من هذه الأزمة وكيف يمكن أن يتجاوزها؟ ومن 3 أيام كمان كان الدوري الإنجليزي وفي آخر 5 دقائق أو في آخر 10 دقائق، وكانت قريبة جدا من ليفربول. احنا بنقول ان صلاح مش شلال وان شاء الله وهيقدر يعوضها. صلاح عنده كتير. احنا كلنا بنشجع النهارده ليفربول وبنتفرج على ليفربول عشان صلاح. احنا شفنا الماتش، صلاح كان بيلعب لوحده تقريبا، كان افضل لعيب في المباراه في الفرقتين. لو احنا بنقول ان حارس المرمى نص الفريق، كورتوا النهارده كان كل الفريق. يعني لو في جون تاني كان واقف غير كورتوا كان صلاح جاب جون او 2 أو 3، وكان ممكن ليفربول كان يطلع كسبان الماتش. نسبه الاستحواذ كانت جامده جدا وعاليه جدا لليفربول. احنا هنفضل نشجع ليفربول طول ما فيها صلاح، هنفضل نتفرج عليهم وهنفضل نشجع صلاح. وصلاح لو ذهب صلاح الى فريق اخر هنشجع الفريق الاخر ايا كان الفريق الاخر، هنشجع الفريق الاخر اكيد. ربنا يوفق صلاح في اللي جاي، لان طبعا صلاح بيمثل مصر، وصلاح خلانا في حته تانية جدا رياضيا وسياحيا. وتواجدكم النهارده في نادي حدائق الأهرام وفي منطقه الهرم ده شرف كبير لينا، ومستنيينكم بقى في ماتش الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا. اذا كانت هذه يعني رده الفعل، يبدو ان الجميع حزين من اجل صلاح، وكما ترى السكون يخيم على المكان. عوده اليك هشام. شكرا عمرو فهمي. تريكا، الكلام عجبك، تريد ان تعقب؟ ايوه طبعا، احنا صلاح يروح اي مكان هنشجع صلاح.
احنا بنحب صلاح، المصريين بيحبوا صلاح، بيحبوه من قلبهم، وزعلانين عشان هو خسر، مش عشان ليفربول خسر. لان احنا شايفين صلاح نموذج، نقلنا لمرحله تانية. انسان مصري بسيط طموح، بقى من افضل الموجودين في العالم. فالنهارده هو بقى عنده سوء حظ قدام النهارده كان يوم كورتوا. طيب فاعتقد ان دي درس بالنسبه له مش هتكسره ان شاء الله، واحنا وراه والجميع بيشجعه والجميع بيدعمه والجميع واخده قدوه بالنسبه له. القدوه في ازاي من الخروج من الازمات، زي ما قادنا للبطولات هيقودنا مره اخرى للخروج من الازمات. طيب إلى الدوحة الآن طارق أحمد مع مشجعي الريال مدريد هنا في الدوحة. طارق، أحييك مرة أخرى، تفضل. طبعا فرحة موجودة، فرحة أكيدة، وجماهير الريال سعيدة بهذا الانتصار. الشامبيونز ليج الرابع عشر، صدق أو لا تصدق. سي تفضل طارق. نعم، بطبيعة الحال هشام، فرحة كبيرة، ليلة طويلة ونهاية سعيدة لجماهير ريال مدريد هنا في الدوحة. تقريبا منذ 8 ساعات وهم يتواجدون في هذا المكان لتشجيع الفريق ولمتابعة المباراة، وأجواء كانت احتفالية كبيرة، مباراة كبيرة وفوز مستحق اليوم لريال مدريد. نعم، فوز مستحق صراحة، ومن قبل المباراة احنا متوقعين الفوز. ريال مدريد لا يخسر النهائيات أبدا، نلعب النهائيات لنفوز وليس لنخسرها، وكلنا ثقة في ريال مدريد وكلنا ثقة في الفريق، والكل استمتع اليوم. عدد كبير كان موجود وكلنا جينا فرحانين وطلعنا فرحانين. من أحسن لاعب اليوم في ريال مدريد؟ والله كان كورتوا بصراحة، يعني تقريبا ماسك الفريق، صد أكثر من ضربة حاسمة لليفربول. كانت مباراة قوية، وبصراحة كنا متوقعين أنه ريال مدريد يخلصها بخبرته، خاصة في آخر 5-6 سنوات كان ماخذ 4 بطولات أو 13 بطولة. ليلة طويلة ونهاية سعيدة. الحمد لله، يعني حققنا البطولة ال14. كان موسم صعب واخدنا طريق طويل، من أصعب طريق إن احنا نروح بيه البطولة، بس أثبتنا ريال مدريد أقوى فريق في العالم، مش مهم الأسماء اللي موجودة فيه. هذه الأجواء هنا هشام، ليلة طويلة مثل ما قلت، والساعة تقارب 2 فجرا في الدوحة، ومع ذلك جماهير ريال مدريد تواصل الاحتفال إلى ساعة متأخرة من الليل. هشام، شكرا لطارق أحمد، شكرا لنسيم الطالبي، لحسن سالم، عمرو فهمي وطارق أحمد من أماكن مختلفة، سواء كان في الدوحة أو في مدريد وفي باريس وفي مصر. الآن نستمع إلى ما قاله نجم الريال مدريد فينيسيوس جونيور. 14 لقد قاتلنا من أجل الوصول إلى هذه اللحظة، ووصلنا إلى هنا في النهائي. وريال مدريد عندما يصل إلى النهائي دائما لتحقيق الفوز. قبل أن تأتي إلى ريال مدريد كنت تعرف أنه فريق يحصد ألقاب دوري الأبطال. كيف كان، ما هو شعورك باللقب الأول؟ ما هو مذاق هذه الكأس؟ أعتقد أنه مذاق فريد، هو اللقب الأول في دوري الأبطال، وأتمنى أن تكون الأولى لكثير من الألقاب القادمة. أنا هنا لكتابة تاريخ جديد، ورودريغو، كامافينغا، فالفيردي، ميليتاو، مندي وكورتوا، جميعنا نفوز باللقب الأول، ونفكر أن سيكون لنا تاريخ كبير. أنا سعيد جدا بتواجدي في هذا النادي، ربما هي من أفضل نسخ لدوري الأبطال، لأننا حققنا ريمونتادا في مباريات عديدة، وأنت سجلت الهدف الوحيد، هدف الفوز. كيف كان الهدف؟ عندما فالفيردي كان ينوي التسديد كنت أعرف أن بإمكانه أن يمر الكرة، إذا مر الكرة وتسديدة واحدة والهدف. كان هذا فينيسيوس جونيور بطل أوروبا مع ريال مدريد. طبعا نذكر أنه تيبو كورتوا هو رجل المباراة النهائية ويستحق ذلك عن ذلك.
نذكر أنه يوم الاثنين فيه نهائي الشامبيونز، لكن هذه المرة الأفريقي، وفي المغرب الأهلي يواجه الوداد، وذلك على الساعة 10 بتوقيت الدوحة توقيت مكة المكرمة. الوداد والأهلي، الأهلي والوداد هو لقاء منتظر، هو لقاء العمالقة. نادي القرن سيواجه الوداد في المغرب، ونهائي الشامبيونز في المغرب. السكوت احسن. ما تقول شيء؟ ها؟ لا. بعد لما الاهلي يكسب ان شاء الله بتتكلم. ها؟ ان شاء الله. ها؟ ان شاء الله. صح ولا لا؟ نعم بالله. دلوقتي مش عايز تتكلم، شوف حتى القلم بتاع حاتم تربتش تحت. طيب بالله بصدق مش عايز تقول حاجه؟ انا ما بحبش اشارك في مهزله. ما بحبش اشارك في مهزله. الاتحاد الافريقي عمل مهزله. لا خلينا من ما نخش في تفاصيل، ما انت عاوزني اتكلم او اقول سؤالي، فما بحبش اخش في مهزله. انا قلت رايي ووصل للنادي، النادي شاف راي تاني او مجلس الاداره شاف راي تاني يحترم، وهنشجع الفريق وعاوزين الفريق يكسب البطوله، انما ما تديش شرعيه لمهزله. اوعى تدي شرعيه لمهزله، فاللي حصل مهزله وللاسف الاهلي يساق اليه. فاتمنى ان شاء الله اللعيبه تبقى في تركيزها وتقدم مباراه كويسه تليق بالفرقتين. والموضوع مش خاص بالمغرب ولا خاص بالوداد، الموضوع خاص بالاهلي والاتحاد الافريقي. انا قلت رايي، واسف للساده المشاهدين ان انا قلت رايي في مجال مش مجاله، انما انا احب ان الاهلي يبقى قوي، احب الاهلي يبقى مميز، مؤسسه تغير الغلط، بشرط ان انت تنسحب. هيقول لك تتوقف سنتين ولا 3. كابتن صالح سليم الله يرحمه قاطع المسابقات الافريقيه، شكلها اتغير بعدها. خسرنا القاب بس المسابقه والقاره كسبت. فاعتقد ان شاء الله انتظار لقاء كويس يجمع الاهلي والوداد. والموضوع مش خاص مش بمصر ولا المغرب، الموضوع خاص بمركز وقوه النادي الاهلي. الاهلي قوي ببطولاته وبمبادئه وبالمواقف بتاعته بس. طيب واضح جدا. على كل نتمنى أن نشاهد مباراة تليق بمستوى الفريقين. الأهلي I don't know what it is all about. No, just الأهلي from Egypt, الوداد from Morocco, من المغرب. يعني just because لأنه حطينا برومو، فحبيت وأنه تريكا يقول كلمة على هذه المباراة. He didn't want to say nothing. ولكنه لم يرد He's such a bad man. لكن في الأخير قال صح. Yes, of course. طيب بعض عناوين الصحف فيما يتعلق بفوز الريال بالتشامبيونز ليج الإمورتيل. الريال لا يموت، الريال las manos de Courtois levantan la 14ª اليد. طبعا ايدي يقول له كورتوا تهدي اللقب ال14 للريال مدريد. ثم هذيك ماركا، ثم ميرور ليفربول ريال مدريد. Reds left heartbroken as Vinicius winner hands Spanish giants 14th European crown after chaotic scenes outside ground before the match. يعني الصحافة الإنجليزية تركز على ما حدث في قبل المباراة، وليفربول يطلب تحقيق فيما حصل قبل المباراة. يطلب تحقيق رسمي حول كل اللي صار قبل
اللقاء، صح ولا؟ كورتوا هو رجل المباراة، صح؟ وهذا يستحق عن جدارة. Yes, we can live with it. نعم بالكاد نتقبل ذلك. يستحق. Oh yeah, he deserves. عمل مباراة ذلك، وأيضا الصحف تأكد ذلك. ولكن الشيء أن حارس المرمى بكل تأكيد بإمكانه أن ينقذك في 5 مباريات. إذا فعل ذلك يكون ناجحا، وهذه هي إحدى تلك المباريات، خاصة عندما تلعب النهائي والتي ينقذ فيها المطار والمباراة وينقذ كل شيء. شوف كم تصدي. طيب خلينا نسمع كورتوا بعد المباراة، ثم يسرنا أن نستقبل بعد كورتوا الكابتن جمال الغندور، الحارس ثم الحكم. Have you bited yet? هذه الميدالية بعد أم لا؟ حتى الآن هو شعور لا يوصف أن أفوز مرة أخرى. أعتقد أن اليوم بعد الإنقاذ التصدي في الأول كنت أشعر أنه يوم جيد بالنسبة لي، وأيضا لعبت موسما جيدا. إذا كان علي أن أقدم كل ما لدي في هذه المباراة الأخيرة. الشعور لديك الأطفال والعائلة هنا من حولك. نعم بكل تأكيد كل هذه العودة في المباريات، وقبل سنوات خسرت النهائي وأردت أن أفوز بوحده وأثبت ذلك، ولم أرد أن أسمح لأي كرة أن تدخل اليوم. إذا في النهاية يجب عليك أن تفوز، وحارس المرمى يلعب دوره أيضا. نعم كانت مباراة حراس المرمى لأنهم دافعوا قريبا منك. نعم أعتقد أن هذه من أحد مراكز القوة، ماني بين الخطوط، وأيضا دفعنا بشكل جيد. إذا إجماليا أعتقد أنه كان يومي وكان علي أن أتصدى لكل شيء. في الشوط الثاني ربما تحسنت الأمور بالنسبة لكم، وأيضا الهدف غير المحتسب. نعم ربما عدم احتساب الهدف الأول منحنا ثقة زائدة وإصرار وعزيمة، وأعتقد أن الحكم ربما كان يحاول أن يشرح لماذا لم يحتسبه، ولكننا بذلنا مجهودا إضافيا وانتشرنا بشكل أفضل لإلحاق الضرر بهم وراء المساحات التي يتركها الأظهرة. طيب كان هذا كورتوا. شكرا. سنلتقون بالكابتن جمال غندور بإذن الله في نهائي الشامبيونز الأفريقي الأهلي والوداد. نستمع إلى بنزيما ماذا قال بعد المباراة. هذا شيء مهم وجزء لا يتجزأ من سعادة أي لاعب في عالم كرة القدم. ليس من السهل أن تفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ولكن صنعنا تاريخ من خلال الفوز بهذا اللقب. تفوقنا على المانسيتي، على البي اس جي، وعلى تشيلسي، وعلى ليفربول. أولا قدر هذا الفريق هو أن يمر بالكثير من الصعاب، وكنت كل مرة تقول هذه الأمور. فوزنا باللقب ليس بمحض صدفة وليس لعامل الحظ أي دور. الحظ يحالفك مرة واثنين، ولكن لا يحالفك 3 أو 4 مرات. اليوم نحن فزنا بالمباراة. من أين تتأتى القوة الذهنية بالنسبة لنادي ريال مدريد؟ هل العامل الأساسي هو اللعب الجماعي؟ نحن فريق كبير نلعب بروح الجماعة ولا نستسلم. كل لاعب في نادي ريال مدريد مهم جدا، وكل لاعب على دكة الاحتياط مهم جدا. أنا دائما أقول هذا الكلام لكل اللاعبين، لا فرق بين اللعب على أرضية الميدان ودكة الاحتياط. أنت تنهي أيضا بجائزة أحسن هداف في دوري أبطال أوروبا. شيء جميل أن أكون متواجدا وأن أسجل أهداف وأن أساعد زملائي في حصد الألقاب. شيء استثنائي، ولكن المهم بالنسبة لي كان الفوز باللقب الخامس على الصعيد الشخصي.
كان هذا بنزيما، وهكذا نصل إلى الختام لهذا اليوم الختامي، مسك الختام بالنسبة لهذا الموسم الأوروبي، ومسك الختام دائما بأمجد الكؤوس وأعرقها. فكل الشكر للكابتن محمد أبو تريكة، كل الشكر لمحمد، كل الشكر للدكتور طارق الجلامة، كل الشكر لحاتم الطرابلسي، كل الشكر لرود جولت، وكل الشكر أيضا لأرسن فانغير، مارسيل ديزاي، كل الشكر لبقية المحللين، طارق ذياب، هيثم فاروق، شيبو، رفيق الصايفي، عزيز بنيج، وائل جمعة طبعا وائل جمعة، وكنا قضينا موسم ممتاز معكم. أحمد المحمدي، ايه، واحمد المحمدي، كابتن ايمن جاده، وايمن جاده، كابتن ايمن جاده. طبعا كل الشكر لكل هؤلاء، كل الشكر لجولت. نايس تو سي يو. شكرا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه والانتباه. شكرا طبعا، انا اريد ان اذهب الى النوم. شكرا على المتابعه والانتباه، الى اللقاء.